الناس شيلت أليو ديانج هدف يانج أفريكانز في الأهلي، بس مش دي الحقيقة الكاملة. ولو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والفولو. لازم نرجع للفاول من الأول. المفروض إن اللعيب رقم 40 من يانج أفريكانز متراقب من كوكا، واللعيب رقم 5 مع ياسين مرعي، و4 مع أليو ديانج. مع تنفيذ الفاول اللعيب رقم 7 اللي كان ماسكه مروان عثمان راح حجز كوكا علشان اللعيب رقم 40 يبقى فاضي تماما. في نفس الوقت اللي الكورة بتتلعب فيه، اللعيب بتاع يانج أفريكانز اللي ما عملش حاجة في الفاول ابتدى يجري ويسبق مروان عطية اللي ما خدش باله على طول، وبالتالي ما لحقوش مروان، لأن برضه تحس إن ما ادالوش أهمية كفاية. في الوقت ده كان لازم اللي يروح يقابل هو مروان عثمان، لأنه كده كده بقى واقف فاضي بعد ما اللعيب رقم 7 راح حجز كوكا وبقى بره اللعب. ديانج بعد عن اللعيب رقم 4، وياسين مرعي وياسر خلاص سابوا الرقابة الفردية وبقى كله بيجري ورا الكورة وبيحاول يلحق، في حالة من العشوائية ما تنفعش تبقى موجودة في الدفاع في الضربات الثابتة. وده اللي خلى لعيبة يانج أفريكانز برغم إنهم على حدود ال6 ياردة إلا إنهم واقفين لوحدهم في مساحة كبيرة فاضية. وهنا ديانج كان المفروض يشيل الكورة، بس لو تاخد بالك وضعية جسمه صعبت عليه إن هو يشتت، هو يدوب لحق الكورة بسن رجله. ولو تاخد بالك لعيبة الأهلي كلها واقفة تتفرج كأن ملهمش دعوة باللي بيحصل، و4 لعيبة من يانج أفريكانز واقفين بدون رقابة تماما. لازم دفاع الأهلي في الكور الثابتة يبقى منظم أكتر من كده، لأن دايما الكورة الثابتة مصدر خطورة كبير على النادي الأهلي.